في البداية عايزين نشكر سبونسر الحلقة ديت لعبة صراع الجبابرة. ما تنسوش تحملوا اللعبة من أول لينك موجود تحت الفيديو. مساء الخير يا جماعة. يمكن كتير منكم مستنيين الحلقة دي بالذات علشان الموضوع اللي كان أثار الرأي العام الأسبوعين اللي فاتوا. ناس كتير قوي بعتوا لنا قالوا لنا انتوا ازاي ما تعملوش حلقة عن الموضوع ده، بس اللي الناس ما تعرفوش ان احنا بقالنا اسبوعين بنحاول نجمع ميديا وفيديوهات عن الموضوع ده لحد ما وصلنا لاكتر فيديو اثار جدل عن الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، نجدد بنا اللقاء مع الدكتور صيدلي سعيد حسين. يعني حضرتك وانت مرجع شعرك لورا بتكون زي القمر. وحضرتك لما بتروح العمره ولسه حلقه تبقى قمرين. حتى ما بتجيبه كمان على جنب بتبقى 3 قمرات. انتوا عارفين ده بنقول عليه ايه في مصر؟ انا بدأت بالشعر عشان بس ابدي اعجابي الشديد بحضرتك. كنت فاكر ان شعرك ورا اجمل، طلع على الجنب اجمل واجمل واجمل. ايه ده؟ الجاي مارج وصل مصر؟ معلش، هو ايه علاقة الفيديو ده احنا اصلا كنا المفروض هنناقش تفجير مبنى الامن الوطني في شبرا الخيمة، بس اكتشفنا ان تاني يوم ان الاعلام كله بيتكلم على شعر الراجل ده. فقعدنا بقى نخور واستغربنا جدا ليه الاعلام ما عادش بينوح زي زمان على التفجيرات. انا رايي ان الاخوان هم اللي وصلوا السيسي للحكم، وانا رايي ان اللي هيثبت السيسي في الحكم هم الجاهزين، وده اللي انا قلته لكم هنا. شكرا للارهاب. شكرا 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 على ثقتك. شكرا 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 على ثقتك. شكرا 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 شكرا. الف شكر يا جماعه الارهاب. شكرا ارهاب، شكرا حاج ارهاب. شكرا، يعني الراجل من حقه يرقص بصراحه. يعني لولا الارهاب ما كانش عمره قعد. تخيلوا كده لو ما فيش ارهاب كان زمان بقى الناس قعدت تسال اسئله رخمه زي فين التعليم، فين الصحه، الاسعار غاليه. صحيح في ارتفاع في الاسعار، صحيح في سوء في الخدمات، صحيح الاوضاع مش مظبوطه، ولكن انت البلد محروقه. يالا انا لو الدنيا هاديه ولطيفه وبسيطه هقعد بقى اقول له فين الاكل. يمكن لو كان في براح دنيا لطيفه مفيش ارهاب وبتاع نقعد بقى نتسلى بقى. يا ريس بقى التعليم فين التعليم؟ فين الصحه؟ فين الصحه؟ التأمين الصحي ما خلصش ليه لغاية دلوقتي؟ انما يا عيني دلوقتي هو محدش قادر يرفع عينه مثلا ويقول له ايه فين كذا، فين ايه، فين مش عارف. احنا اصلنا في حالة حرب. البلد محروقة يا غبي يا ابن الغبي. يالا يا بجم يا ابن البجم، البلد في حالة حرب يالا. ده ايه الناس اللي مش عارفه مصلحه بلدها دي؟ لا بص بقى يا سياده المشير، انت دلوقتي بتواجه الارهاب المحتمل طبعا، فانت في حاله حرب. في حاله الحرب ما فيش تنميه، فاحنا بنقول لك ما فيش تعليم، ما فيش صحه، غلي الاسعار براحتك وربنا يديم عليك الارهاب. في وسط كل الاحداث اللي بتحصل دي والدوشه اللي انتوا شايفينها، لقينا رساله مهمه جدا من مواطن مصري. رسالة فعلا ما كانش ينفع خالص ان احنا نتجاهلها. رسالة من مواطن بيحب البلد دي وعاشق لترابها، بيتفرج على احمد موسى. انا بقول لكم اهو من هنا حسن فهمي بيتكلم. انت فاهم وانت ولا انت وهو ولا لا؟ انتوا فاهمين؟ انا انت وهو انا بقول اهو محدش يسافر في اي بلد الا مصر. مصر هي امي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى اوعي الدبانه دي. استنوا بس يا جماعه، استنوا بس يا جماعه، محدش يتريق ولا يضحك على الراجل ده. الراجل ده قال فعلا رساله مهمه جدا. اوعى حد يسافر في بلد الا مصر. هو ايه اللي بيخلي الشباب يسافر بره مصر؟ 95% من الشباب اللي بيسافر بره مصر بيسافر عشان مصر ما فيهاش وظايف، صح؟ نحن ليس لدينا بطالة في مصر اطلاقا. يا ضنايا. نحن لدينا وظائف كثيرة جدا في مصر مش لاقي يا شباب يشتغل فيها. والرغيف كبير
والمواصلات فاضيه الحمد لله، والاسعار رخيصه قوي 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 الحمد لله، اسعار رخيصه. وزيرة القوى العاملة والهجرة بتؤكد بأنه كان في أكتر من 79,000 وظيفة خالية. أنا عندي وظائف عمل كتير. أنا أعلنت امبارح عن 82,000، بقوا 82,000 فرصة عمل. ولكن الشباب عزفوا عن ان هم يلتحقوا بهذه الوظائف. مش عايزين يشتغلوا فعلا. ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه بطالة ولا يبقى اسمه ان في ناس مش عايزة تشتغل؟ اسمه ان الشباب مش عايزة تشتغل، اسمه ان الشباب بيتمرقع، الشباب بيتدلع. في يا ابني لو اشتغلت شغلانة مش في مجالك مش شرط تشتغل بنفس مؤهلك. على فكرة عظماء وأدباء كتير جدا أبدعوا في غير مجالهم. يعني عندك نجيب محفوظ ده راجل دكتور ساب الطب وأبدع في الأدب. عندك عبد العاطي ساب الشواية وبقى له كبير في الجيش. يعني أنت فكر بره الصندوق. عايزين يا جماعة أفكار بره الصندوق. فكرت تفتح كافيه؟ مش ما تفكرش ان انت تروح تفتح كافيه عشان تكسب. لا ايه ده كافيه ايه؟ انا غبي قوي يعني. انا لسه بقول بره الصندوق. لا عايزين يا جماعه افكار بره الصندوق. فكر ان انت تنزل وتشتغل او تسوق توك توك. كده بره الصندوق؟ اما انك ابن صندوق صحيح يا عم. بقول لك افكار بره الصندوق تقول لي سوق توك توك؟ ده التكاتك ماليه مصر كلها. يعني التوك توك ده هيجيب في الاول ولا في الاخر للشباب كام يعني؟ خلي بال حضرتك في شريحة من شبابنا احنا فقدناه بالتوك توك مثلا. بالتوك توك يعني التوك توك ده بيجيله كام 200 300 جنيه مثلا في اليوم. وظيفة سهل. جماعة التوك توك دول جماعة التوك توك دول بيكسبوا 200 300 جنيه في اليوم. يعني 9000 جنيه في الشهر. طب يا جماعة ده احنا ملناش حجة اهو. انا كنت بحسب ان التوك توك ده ما بيجيبش همه. لا كده بقى يا جماعه بكره ان شاء الله كلنا وانا اولكم طوابير عند بتوع التكاتك نشتري تكاتك. خلينا نشتغل. النهارده محافظ القاهره قايل حاجه انه هيصدر قرار او اصدر قرار بمنع التوك توك. الحكومه هتلغي التوك توك. يعني مش كفايه بص لهم في لقمه عيشهم، لا كمان هتلغوه. كده صندوق محلب مش نافع. طيب ما احنا كل مره يا جماعه نقول تعالوا نفكر بره الصندوق نفكر بره الصندوق. طب ما تيجي مره نخش جوه الصندوق نشوف فيه ايه. وده معناه ان في جزء من العماله المصريه او شبابنا وحتى لو كان متعلم في الجامعه بتعرف تسوق عربيه. تعالى ندربك تسوق عربيه نقل تنقل بيها حاجه. تعالى ندربك شهر ولا 2 على لودر تشتغل بيه. وهنا الموضوع مش عشان انت تتكسب، ده هنا الموضوع عشان انت تساهم معانا في بناء بلدنا. مش عشان نتكسب نبني البلد. لا اللقطة دي انا عارفها كويس. طيب يا جماعة بكرة كل واحد بقى كده ان شاء الله يروح يركب عربيته يروح على بنزينة وطنية بتاعة الجيش يروح يفول عربية فل. الراجل يقول لك فين الحساب يا باشا؟ يقول له ايه ده؟ انت بتتكسب؟ والله شكلك بتتكسب. لو سمحت ابن البلد انت عريس جديد بقى وفرحك قرب وكده وبتاع. اوعى تشيل هم. انت تروح نوادي القوات المسلحه تلاقي انضف قاعه وتخلص فرحك ان شاء الله وكل حاجه تمام. هيجي يقول لك بقى فين الحساب وكده. اقول له ايه ده؟ انت بتتكسب؟ والله شكلك بتتكسب. هقول للسيسي لو سمحت ابن البلد معانا. فاللقطه دي يا جماعه كده بعد اذنكم يعني ايه ما تصيعوش بقى علينا. يعني بطلوا صياعه لو سمحت. عايزين وظائف للشباب. فين وظائف الشباب؟ وزارة التنمية المحلية على موقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة منزلة عن فرص عمل ووظائف. واحدة من الشروط إنه هذه الفرص للشباب العاطل. هايل. ده في الآخر في شرط صغير كده تاني معلش خبرة لمدة 16 سنة.
حلوه الصياعه دي، لا حلوه. ما هو لو عنده 16 سنه خبره مستحيل يكون شباب، ولو شباب مستحيل يكون عنده 16 سنه خبره، فلا حلوه الحركه دي. لا واضح كده يا جماعه بالنسبه يعني للشباب ان الحكومه مستحيل توفر لك شغل، ما تتعبش نفسك. فعشان كده انا بوجه لك رساله، يا ريت تتعلم من ولاد الضباط والمستشارين في انهم بيحصلوا على شغل. العيال دي بجد بيتعبوا جدا عشان يحصلوا على وظيفه. ليه كل حاجه بالواسطه؟ ليه يا فندم؟ ليه يبقى في مستشار وتحتيه 7 8 شغالين في مكان واحد؟ قول انت بقى. ابنه وجوز بنته ومرات ابنه ومش عارف ومين وابن عمه وابن خاله وابن سته وابن جدته كله موجود. طب ليه؟ ما يكون لك واحد ولا 2 بالكتير. ليه يبقى لك 18 واحد؟ صحيح، ليه 18 واحد؟ يعني يبقى كفايه 1 ولا 2، كفايه ابنك وجوز بنتك مثلا. لكن مش لازم بقى تجيب لي ابن طنط سعاد وابن طنط منال ومش ابن خالتك ومش عارف ابن جدتك وابن ستك. ليه كده؟ وعلى فكره يعني 1 ولا 2 في مصر مش واسطه. يعني هو القرموطي مش غبي عشان يقول الجمله دي، لا القرموطي فاهم كويس هو بيقول ايه. هو ليه بيقول ان 2؟ عشان السيسي عنده عيلين، عيل في الرقابه الاداريه وعيل في المخابرات، ف2 في مصر ما يعتبرش واسطه خالص. فوق كده بقى لا، نبدا بقى نقلق بقى بجد. في بس تصريح صغير قوي لوزير التعليم العالي النهارده. بيقول وزير التعليم العالي: اطالب الشباب بالحصول على دكتوراه في السباكه والحلاقه. شفت اهو كده بقى مدخلني في السفر. يا عم ابوس ايدك، ادوا حقنه هوا وخلصونا. شدد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي على ضروره توافر شباب حاصلين على دكتوراه في السباكه والحلاقه لممارسه المهنه عن وعي وفهم. يالا اهبل، يالا عقل الكلمه يالا قبل ما تقولها. يالا في حاجه اسمها دكتوراه في السباكه والحلاقه يالا. طب بلاش، مين العبيط الاهبل اللي هيدي دكتوراه في السباكه والحلاقه؟ لو جيت انا مثلا الحلاق لازم يكون في دكتوراه في حلاقه الشعر. انت هتاخد دكتوراه في كيفيه مسك الفرشه، ودكتوراه في حلاقه الدقن، ودكتوراه في ضبط السكسوكه، وفي دكتوراه في السوالف، وبعدين برضو في دكتوراه في الواحد برضو عنده صلعه صغيره كده زي دي كده. يا ابن البلغه في ايه؟ برضو ممكن وانا بقى بعد ما اعمل الفوطه عايز دكتوراه في الفوطه. والله موس تحلق المقص. السباكه بقى يا فندم، انا هاخد ماجستير في المفتاح الانجليزي، وماجستير في البتاع دي، ممكن ياخد ماجستير في الاكواع كلها. في دكتوراه كده واخد ماجستير في الوظه المواسير. طب افرض واحد ملوش في الالوظه، نفسه يا عم بتجيبوش انه يعمل فتله، قدراته مش مؤهلاه انه ياخد دكتوراه في الاكواع والشعر الناعم، مين يحقق له حلمه في وظيفه مرموقه؟ طلع عين امك في التعليم المصري، بقالك 16 سنة مذاكرة ودروس وامتحانات لحد ما اتخرجت. عايز تحقق حلمك بوظيفة مرموقة؟ محدش من قرايبك مستشار او في الجيش والشرطة؟ الحل عند الحكومة المصرية. بعد نجاح مشروع الكفتة، وبعد افتتاح العاصمة الجديدة، وبعد المليارات اللي اتمرمغنا فيها بافتتاح قناة السويس الجديدة، دلوقتي مشاريع توظيف الشباب. توك توك محلب، نوادر السيسي. لو بتتدلع بقى وشايف الشغلانات دي مش قد مقام سعادتك، تقدر تقدم على دكتوراه في الحلاقة. لو جيت انا مثلا الحلاق لازم يكون في دكتوراه. حاسس انك نبغى اكتر؟ قدم على دكتوراه في السباكة. انا هاخد ماجستير في المفتاح الانجليزي. بطل دلع وارفض بطانيتك وقوم قدم على الشغلانات دي. تنبيه: جميع وظائف هذا الاعلان
تشترط وجود خبرة 16 سنة. دي يا جماعة المفروض تصريحات الناس اللي مسؤولة في البلد ونظرتهم للشباب وتوظيف الشباب. في الأول يقول لك مفيش بطالة في مصر أصلا والشباب هو اللي بيتدلع، ويوم ما يختار لك وظيفة يختار لك يا إما سواق توك توك يا سواق لودر يا تشتغل في السباكة والحلاقة، مع احترامنا للوظائف دي، لكن الوظائف المرموقة في البلد فهي محجوزة لأولادهم وبس. ولما تيجي تتكلم يقول لك مفيش، وكل اسبوع يزود القضاء بدل عدوى وبدل منصه، والجيش بدل طبيعه عمل، والداخليه يزود لهم بدل وساخه. اما بقيه الناس يقول لهم هتاكلوا مصر، يعني هتاكلوا مصر. فيا ريت يا جماعه فعلا نبطل ناكل مصر عشان يعرفوا هم ياكلوها. بس يا جماعه برضو الموضوع مش سوداوي قوي كده، يعني مصر دي بالظبط عامله زي كوبايه الميه، فيها نص مليان ونص فاضي. فتعالوا نبص نص الكوبايه المليان. ان مصر دولة الان مستقرة اقتصاديا، فلتنظروا الى البورصة يوم الاحد زغروطة حلوة، فلتنظروا الى ميزان الدولار وسعر الدولار في السوق الموازية زغروطة حلوة، فلتنظروا الى الروح المعنوية للمصريين بقت في النازل زغروطة حلوة. هذا المؤتمر قد نجح بالفعل. اهو يعني جبنا حاجه من عندنا. في ناس بقى تقعد تقول لك ايه، لا اصل المشاريع دي اشتغالات ومش عارف البلد حالها واقع والاقتصاد واقع والشغل اللي انتوا عارفينه ده. لا بص بقى، احنا في برنامج يوتيوب جبنا لك واحد يعني لف على كل القنوات كده، قعدنا نحلق عليه، جبناه لميناه من كل القنوات عشان يثبت لك فعلا ان مصر داخله على خير كبير. عايز اقول لك موسوعة جينيس بيتهيألي هتفرد جزء خاص لقناة السويس. ما تحقق في قناة السويس لا اعتقد ان موسوعة جينيس تتحمله ولا تقدر عليه على الاطلاق. انه هذا الحدث اعتقد موسوعة جينيس مش هتستحمله. يعني احنا نطمن ان احنا دخلنا موسوعة جينيس، دخلناها وعديناها، واعتقد هيتعمل بمصر وقناة السويس يمكن يكون جزء خاص. الارقام القياسية اللي فيه تفوق موسوعة جينيس، هنحتاج جينيس 2. وهذا الجزء محدش يقدر يقرب منه لمدة 50 سنة قادمة. ما افتكرش حد تاني هيقدر يعمل مثل هذا الكلام يمكن في 50 سنة القادمة. صعب. عشان كده هو مشروع خارج المقارنة. مشروع خارج المقارنة، برافو عليك يا استاذ بهلول. حتى جينيس هتفرض جزء خاص مش عشان عظمة المشروع، لا ده ناس وصلوا القمر ما دخلوش جينيس عادي يعني، لكن احنا هنخش جينيس عشان الصياعة بالمشروع، يعني هنخش جينيس بالصياعة بالمشروع. واحد هيقول لي طب ايه الصياعة في مشروع قناة السويس؟ اسألني كده، قول لي ايه الصياعة كده؟ احنا عارفين انه القناة خلصت. اللي احنا بنعمله ده ايه بقى؟ انك بتنقل للعالم هذا التطور في هذا الوطن، ده اللي يهمك. مرة اهتموا بالصورة دي انه هو لا الانقلاب مش بيترنح. انا اسف والله ما اقصد، حقك عليا والله، زي لسان مش اكتر. بتقول ليه بس كده قدامه يا عمرو؟ يعني لازم تقول يعني الكلمه دي قدامه؟ بيزعل والله، بيتقمص. شوف اتقمص اهو، شوف ينفع كده؟ بعدين عامل لي الهليله دي كلها وصارف لي المليارات دي كلها عشان تقول للعالم ان الانقلاب ما بيترنحش. طب ما هو ما بيترنحش، ما عندناش احنا الكلام ده، مفيش انقلابات بتترنح. انت اخوان ولا ايه؟ وبعدين يعني انت مش محتاج تعمل ده كله، تاريخ القوات المسلحه مع المشاريع يشهد بكده. هبدأ مع حضراتكم بإنجاز القوات المسلحة، وهو إنجاز بكل ما تعنيه الكلمة. بغذي المريض على ايدز بديهوله صباع كفتة يتغذى عليه. جهاز زي ده من المتوقع انه هيتحارب، عشان اللي قاعدين يرغوا على فيسبوك وعلى تويتر كل التشكيك اللي بيحصل ده. النقطة الفاصلة لحضراتكم جميعا هو ان كل واحد عمال يرغي ويشكك يسكت احسن عشان شكله ما يبقاش وحش. يا ريت يا جماعه الناس اللي شككت في مشروع الكفته تسكت احسن عشان شكلكم ما يبقاش وحش.
والناس اللي شككت في العاصمه الجديده تسكت احسن عشان شكلكم ما يبقاش وحش، والناس اللي شككت في المؤتمر الاقتصادي وملياراته يسكتوا احسن عشان شكلكم ما يبقاش وحش، والناس اللي شككت في تفريعه قناه السويس الجديده وقالت عليها ترعه يا ريت يسكتوا عشان شكلكم ما يبقاش وحش، والناس بقى اللي كمان ما بتعملش لايك وشير للحلقه وسبسكرايب يا ريت يعملوا عشان شكلنا ما يبقاش وحش. شكر خاص لسبونسر الحلقه ديت لعبه صراع الجبابره، يا ريت الناس تحاول تدعمنا وتعمل سبسكرايب وتحمل اللعبه من اول رابط موجود تحت الفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه.